وجهت جماهير نادي الغرافة القطري انتقادات لاذعة إلى لاعب فريقها الدولي الجزائري ياسين براهيمي عقب الإقصاء من نصف نهائي كأس أمير قطر ضربات الترجيح 4-3 بعد نهاية المواجهة بين الفريقين في الوقت الأصلي والإضافي بهدفين في كل شبكة. وعرفت المواجهة مشاركة إبراهيمي كأساسي في المواجهة، وخاض كامل أطوار اللقاء وسجل الهدف الثاني لصالح فريقه الغرافة بطريقة رائعة في الدقيقة 73 من المباراة. كما ضيع إبراهيمي خلال المواجهة ركلة جزاء بالإضافة لتضييعه ركلته في ضربات الترجيح. ونقلت حصة فضفض المنقول عبر قنوات الكأس القطرية اليوم الاثنين ردة فعل جماهير الغرافة التي كانت حاضرة في مدرجات ملعب الجنوب بعد هذا الإقصاء من دور نصف نهائي كأس أمير قطر. وظهرت جماهير الغرافة في قمة الغضب بسبب تضييع التأهل إلى النهائي، وحملت الجماهير ياسين براهيمي مسؤولية هذا الإخفاق كما طالبته بالرحيل عن الفريق. يجدر الإشارة بأن ياسين براهيمي شارك مع الغرافة هذا الموسم في 23 مواجهة في منافستي البطولة وكأس أمير، وسجل اللاعب 24 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة. كل هذه الإحصائيات لم تشفع لمحارب الصحراء ياسين براهيمي أمام جماهير نادي الغرافة، حيث طالبوه بالرحيل نهاية الموسم. لايك ومتابعة للقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد.